أهلا وسهلا بكم معشر المشاهدين الكرام في هذه النشرة الإخبارية المفصلة التي نستعرض فيها حالة الطقس ببلادنا العزيزة. تشير آخر تقارير المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى أن الطقس يوم الجمعة سيكون مستقرا وصافيا بوجه عام في معظم أرجاء البلاد، مع استمرار درجات الحرارة في مستويات دافئة نهارا خصوصا في السهول الداخلية ووسط المملكة، بينما يتوقع تشكل سحب منخفضة وكتل ضبابية محلية بالقرب من السواحل الشمالية والوسطى خلال الصباح. أما بخصوص يوم السبت فمن المتوقع أن تشهد بعض المناطق الشمالية عبور سحب من النوع العالي والمتوسط دون أن تسجل تساقطات مطرية هامة، وسيبقى الجو بارداً نسبياً فوق مرتفعات الأطلس والريف خلال الليل وفي الصباح الباكر، مع هبوب رياح شرقية معتدلة القوة بمنطقة البوغاز. وبالنسبة ليوم الأحد تظهر التوقعات استمرار سيطرة المرتفع الجوي، مما يضمن أجواء مشمسة وربيعية بامتياز في كافة ربوع المملكة، وهذه الأجواء تعتبر مثالية جداً للتنزه والاستمتاع بعطلة نهاية الأسبوع في الطبيعة، مع تسجيل ارتفاع طفيف في درجات الحرارة بالمناطق الجنوبية. ونظراً لهذا الاستقرار وتفاوت درجات الحرارة بين النهار والليل، ننبهكم إلى ضرورة أخذ الحيطة من نزلات البرد، خاصة عند الخروج في الساعات المتأخرة من الليل. كما ندعو السائقين إلى الحذر من نقص الرؤية في الطرقات القريبة من السواحل بسبب الضباب الكثيف. نشكركم على حسن المتابعة وندعوكم للاشتراك ومتابعتنا ليصلكم كل جديد عن حالة الطقس. دمتم في أمان الله.